يا تتبع عمر محنتك محنة، قطنا وشيلها من اذنك الجنة. الآن السؤال لك في ساحتك. النبي صلوات الله عليه وآله حينما سأله علي عليه السلام هل أنا أشقاهم؟ قال لا. هل صدق أم كذب رسول الله؟ أجب. الرسول صادق في كل شيء. خلاص انتهت بعد. تفضل ابو عاش. طيب، هذه موسوعة علي بن ابي طالب في الكتاب والسنة والتاريخ لمحمد الرشهري الجزء الخامس صفحة 264. ماذا يقول؟ يقول: لما عزم أمير المؤمنين على المسير إلى الكوفة أنفذ إلى عائشة رضي الله عنها يأمرها بالرحيل إلى المدينة، فتهيأت لذلك وأنفذ معها 40 امرأة ألبسهن العمائم والقلانس وقلدهن السيوف وأمرهن أن يحفظنها ويكن عن يمينها وشمالها من ورائها ويكن. هذه رواية شيعية في كتبه. الله أكبر. والله نطقت بالحق، نطقت بالحق. شوف علي بن ابي طالب شلون يحافظ على عرض رسول الله، مو مثل طلحه والزبير جايبينها على بعير قاطعين بها 3000 كيلو والزلم داير ما دايرها تتفرج على عرض النبي. شوف علي بن ابي طالب شلون يصون عرض رسول الله، حتى النسوان يلبس الملابس زلم ما يودي وياها رجال يتفرج عليها. هكذا علي بن ابي طالب يصون عرض رسول الله، مو مثل طلحه والزبير وعبد الله بن الزبير ومروان الذين هتكوا عرض النبي وجعلوها فرجة أمام الناس. هذا علي الذي تبغضه أنت. هذا علي مثل النبي، هكذا يحافظ على عرضه. مو احجب نسائك فلم يكن النبي يفعل، لا، هي عائشة ما تتحجب، صحابتك اللي وياها ما يحجبونها. إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. جايبينها على الجمل على عسكر ومشترينها من اليمن بكذا ألف زين، ويفرون بها بين المدن وحاطينها بنص الجيش. هتكوا عرض رسول الله، ولعنة الله على من هتك عرض النبي. هذا علي اللي تبغضه أنت. شوف أخلاق علي، هاي أخلاق علي وهاي أخلاق صحابتك، هذا الفرق. تفضل. طيب مجال. تفضل شيخنا ابو عاش. طيب مجال. اولا علي بن ابي طالب لازم يفعل ذلك لانه مامور بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، امره الرسول. صحابتك ما مامورين بصيانه عرض النبي؟ الزبير ما مامور؟ يا ابا سيد مثل طيب مجال، خلي يتنفس الرجل. لا يقاطع يا رجل، يقاطعوك. تفضل ابو عاش. اولا هو مامور من النبي عليه الصلاه والسلام ان يكرمها وان يعيدها معظم مكرم، ويجب عليه ان يفعل ذلك. ابو عاش طلبتك ابو عاش 30 ثانيه، انا طلبتك رحمه الله. ابو عاش انا سالت هذا السؤال سؤال بريء صدقني. الان انا تعاركت ويا جيش وفي مرة، الان اجت هاي المرة وانا كسبت المعركه، اجت شو يسوي علي بن ابي طالب غير يرجعها ويوكلها؟ يعني لو انت مثلا لو واحد ثاني شو المفروض يسوي؟ يعني هي مرة انتهت المعركة، اعطيها معون ثريد معون ما ادري شنو، يصعدها بالسيارة ويوديها. شنو يعني غير هذا التصرف شنو يسوي؟ اولا هو مأمور بالإكرام، مأمور بأن يعيدها معزم مكرم. كذب. هذا الكلام ما موجود. قال إذا ظفرت بها فارجعها إلى مأمنها فقط. قال هل أنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال لا. يعني من اللي أشقاهم هي عائشة. هذا الحديث اللي تستشهد به أنت، اقراه قراءة صحيحة. لا انا ضدك. اسمع، ما بقى عندي ما عندي مجال، بس اسمع. مأمور شيخنا انا وياك ضد سيد ميثم. النبي مأمور بإكرامها. شنو سوى لها علي بن ابي طالب عليه السلام ولو انت كنت تسوي اقل منها؟ يعني علي بن ابي طالب غير الطاعه يعني اكل طعام وصعدها. من كيف النبي طالب مأمور بذلك؟ اي يا اخي افرض انه مأمور ولا مو. لو فرضنا مو مأمور، هي ولا الطبيعي واحد يعطيه اكل يصعدها على البعير وديها لا. اسمع الروايه عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب: انه سيكون بينك وبين عائشه رضي الله عنها امر،
قال أنا يا رسول الله، قال نعم. قال أنا، قال فأنا أشقى. شوف، هو خائف لأنها زوج رسول الله، فخاف أن يكون هو شقيهم. ايه هو خائف. قال لا، ولكن اسمع ما بعد لكن الأمر. كمل لا تبتر. بسرعة كمل لا تبتر. كمل، أنا لك بالمرصاد لا تبتر. اكمل الجملة، اكملها. قال أنا يا رسول الله، قال نعم. قال أنا، قال نعم. قال ماذا بعدها؟ ماذا قال بعدها؟ كمل سيدنا ب 30 ثانية، كمل بعدها. قال فأنا أشقاهم يا رسول الله. اسمع، قال لا لا، هذا قال أنا أشقاهم يا رسول الله لا. طيب. ولكن قال إذا لا، كان قال ذلك لا، قال لا. شكرا. رددها إلى مأمنها. نبقى على البث. شوفوا اخواني، قبل ان ننهي هذا البث، لاحظوا الشيعة، وكما قال الاخ السيد ميثم انه اخلاق امير المؤمنين عليه السلام دائما اخلاق رفيعة. احنا ليش اتبعنا اهل البيت؟ شوف، حتى خصوم علي بن ابي طالب عليه السلام يشهدون له انه رجل حي، رجل حي يحافظ على اعراض الناس، يحافظ على المستوى العالي للأخلاق. إذا تقرؤون ما كتب ابن علي بن أبي طالب عليه السلام، ابن الحسين، حسين ابن علي وهو ابن الحسين، الإمام السجاد عليه السلام، شوفوا ماذا سطروا في رسالة الحقوق، كيف يحترمون الإنسان الآخر. والسؤال، هل نحن نسير على مدرسة علي بن أبي طالب أن نحترم الطرف الآخر، وأن نسمع من الطرف الآخر، وأن نتيح للطرف الآخر أن يعبر بكل أدب واحترام؟ هذا هو منهج هذه القناة وهذا البرنامج الطيب. ملتقانا غدا في 10 بتوقيت مكة. إلى يوم غد، وعد الله مستتر البرنامج يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، الآن أرجوكم لا تقاطعون الشيخ أبو عائشة. يا سيد، يا سيد، أنت سيد الله يرحم والديك، أنت دير لها، بس شوية خلي أبو سلطان هم يتداخل وياكم. يا سيد، هذول لازم يعبرون عن شعورهم. تفضل أبو باقر أنت والسيد. نعم حجينا العزيز، فقط أكمل ما خليتني أكمل الرواية. شوفوا أخوان الأعزاء، هاي أمامكم على الشاشة نفس الرواية اللي استشهد بها مسند أحمد بن حنبل. قال لا، قال أنا يا رسول الله، قال نعم. قال أنا يا رسول الله، قال نعم. فأنا أشقاهم يا رسول الله، قال لا. ولكن يعني أنت لست أشقاهم، يعني من هو الذي أشقى؟ عائشة معها. ولكن إذا كان ذلك اكرمها، اذبح لها طلي، سوي لها قوزي، سوي لها مسقوف، مثل ما يقولوا بعائشة، زين، سوي لها شنو؟ قيمة، فارددها إلى مأمنها. تعليق شعيب الأرنوط. اسمع أبو عائشة، هذا الحديث اللي استشهدت به، اسمع، إسناده ضعيف. الفضيل بن سليمان النميري عنده مناكير، ضعيف. بس أنا أقول لك السر، فضيل بن سليمان النميري من رجال البخاري، فالرواية صحيحة وإن ضعفها الأرنوط. الآن تفضل. أنا أشقاهم، قال من أشقاهم؟ من أشقاهم يا أبو عاشر؟ إذا كان علي بن أبي طالب ليس أشقاهم، من هو أشقاهم؟ هذه الجملة اللي بترتها، من أشقاهم؟ ها؟ راح أبو عاشر، ما في صوت، ما يسمع. موجود. أنا أبغاك تسكت، بس أبغاك تسكت. أي بس أسألك سؤال، النبي صلوات الله عليه وآله سأله علي بن أبي طالب في هذه الرواية، قال أنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال لا، يعني أنت لست أشقاهم. من هو أشقاهم؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أشقاهم؟ نعم، لأنه خاف على نفسه، خاف أن يكون هو الشخص. لأن يعني النبي حينما قال له لا يكذب؟ هو لا، النبي خلاص هو خاف أن يكون. لا خلك من هذا هو خاف، هذا تبرير. وين في الرواية هو خاف؟ هذا تأكيد، هذا يسمى تأكيد. قال أنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال لا. كيف تقول نعم علي بن أبي طالب أشقاهم؟ كيف والنبي يقول لا؟ أنت تكذب رسول الله؟ تكذب النبي؟ النبي يقول لا وأنت تقول نعم. أكمل حجوات ممكن؟ كمل. أنت تكذب، جاوبني، هل تكذب رسول الله؟ هاي الرواية التي أنت استشهدت بها،
هذه الرواية التي أنت استشهدت بها. النبي صلوات الله عليه وآله يقول لا، ليس علي أشقاهم، أنت تقول علي أشقاهم. الرواية واضحة، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام سيكون بينك وبين الله عنها أمر، قال أنا يا رسول الله. يعني خاف الرجل، خاف. هذا لا ما في خاف، اترك خاف، اوقف سيد. هذا من كيسك، من كيس خالك ابو هريره. جواب النبي شنو؟ من جيب دشداشتك، من جيب الصفحه. ما في خاف، تقرير. هذا لا تأكيد، ما في خاف. اي تقرير النبي شنو؟ شنو تقرير النبي؟ قال دقيقة دعني أكمل بس أبين لكم لماذا قال النبي لا. لماذا قال؟ لما قال له، قال سيكون بينك وبين عائشة رضي الله عنها أمر، قال أنا يا رسول الله. خاف الرجل، هذا دليل على الخوف. لما يقول أنا، هذا دليل على الخوف والاضطراب. أنا يا رسول الله، قال نعم. قال أنا، قال نعم. يعني عاد 3 مرات، كل هذا دليل على لا ما قلت 3 مرات، مرتين، لا تكذب. مرتين قال أنا يا رسول الله، قال نعم. قال أنا يا رسول الله، قال نعم. مرتين، لا تكذب. الرواية مرتين قال. يلا كمل. دليل على أن التكرار، أو دليل على خوفه واضطرابه. لا ما في خوف واضطراب. لا ما في خوف واضطراب. لا ما في الرواية لا خوف ولا هذا من كيسك، هذا من كيسك. يلا كمل. ماذا قاله النبي صلوات الله عليه وآله؟ قال أنا يا رسول الله، قال نعم. قال أنا يا رسول الله، قال نعم. يعني يكرر الكلام عدة مرات خوفا واضطرابا، لأن هذه زوج رسول الله والمعززة والمكرمة والمبررة ولها المكانة في الإسلام. موفقة، لا تنسى الموفقة لا تنسى. والموفقة. قال فأنا أشقاهم. يعني الشاهد من الحديث أن كل من قاتل أم المؤمنين. أجب. لا كمل. فأنا أشقاهم ماذا قال له النبي؟ ماذا قال له النبي؟ أجب. أنا أشقاهم ماذا قال؟ ألا تنطق، والله ألا تنطقها بلسانك، ألا تنطقها بلسانك. فأنا أشقاهم ماذا قال النبي؟ أجب. هذا دليل على أن كل من أجب. ماذا قال له النبي حينما أجابه؟ أجاب سؤاله. بماذا أجاب حينما قال أنا أشقاهم؟ ماذا أجاب؟ ماذا أجاب رسول الله؟ أجب. فعلي بن أبي طالب خشي أن يكون هو الأشقى، لأنه يعلم. خشي، ماشي. خشي أن يكون هو الأشقى. ماذا أجابه النبي؟ هل قال له أنت الأشقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا. خلاص انتهى. النبي صدق أم كذب؟ أجبني، هل صدق أم كذب؟ قال ولكن هل لا شوفوا، لا تعبر. هل لا تعبر حينما قال النبي له لا. اسمع أنا ما أعتقك، والله ما أعتقك. حينما قال له النبي لا، هل صدق رسول الله صلى الله عليه وآله أم كذب؟ أجب. ممكن أكمل بس أنا؟ لا ما تكمل. أجب وبعدين أكمل. حينما قال له لا، هل صدق أم كذب؟ يعني أكمل الرواية. طيب ما تكمل والله لما تجاوبني. أجب عن سؤالي وغرد للصبح. هل حينما قال له لا صدق أم كذب؟ الحوار يكون يعني الحوار سؤال وجواب. سألتني وجاوبتك. الآن السؤال لك في ساحتك. النبي صلوات الله عليه وآله حينما سأله علي عليه السلام هل أنا أشقاهم؟ قال لا. هل صدق أم كذب رسول الله؟ أجب. الرسول صادق بكل شيء. خلاص انتهت بعد. النبي صادق. خلاص